التحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا. ازاي بقى؟ المحكمة الدستورية العليا اتكلمت على ان في امتداد للي هو الدرجة الاولى اللي هم عايشين اصلا مع المستأجر، اللي هي الزوجة والاولاد والاب والام اللي هم عايشين اساسا في المكان. فاحنا نعمل ايه؟ يقول لك لا، 5 سنين بعد كده ان تحرير القيمة الإيجارية. فطبيعي لما يحرر القيمة الإدارية، هو اساسا كان بيتكلم عن زيادة 20 ضعف. فطبيعي 20 ضعف ده اللي بيدفع 200 جنيه هيدفع 4000. وبعدين زيادة تحرير القيمة الإيجارية، فطبيعي المستأجر أو الممتد ليه عقد الإيجار مش هيقدر يكمل، فيقولوا له مع السلامة إنك ما بتدفعش الإيجار. مش لأنه هو مخالف الامتداد، أو إن هو يعني ملوش حق في الامتداد، لا، عشان ما بيدفعش الإيجار. فقصة حلوة، لفة جديدة. دي حاجة. تاني حاجة بيقول لك ايه، اخرجوا انتوا بس مالكوش دعوة، واحنا قدموا بقى على سكن اسكان اجتماعي واحنا هنشوفكم. هيقدم منين يعني حضرتك؟ يعني هو لو معاه فلوس الاسكان الاجتماعي اساسا اللي هو بيحجزها، لو جه عليه الدور يعني وحجزها، يقعد 3 سنين عشان يستلمها. بعدين بيدفع مقدم كام، وبيدفع قسط كام؟ غير بقى يعني غير الفترة بقى اللي هو حضرته على بال ما يستلم بقى الشقة دي، وكان يبقى قاعد في الشارع هو بعياله بقى وكده يعني، ولا ايه؟ يعني التفكير بتاع حضراتكم ايه يعني؟ بعدين الحوار المجتمعي بقى، الحوار المجتمعي في 10 ايام حوار مجتمعي. طب ما القانون صادر من شهر 11 2024، ما عملش حوار مجتمعي ليه؟ بعدين مين هو الحوار المجتمعي؟ اللي هو اللي بيطلعوا لك على الشاشات، زائد كم واحد اللي هم اصلا ملاك اساسا. وطبعا هم كلامهم اللي هيمشي طبعا. انا مش فاهمه ده يعني. الامن والسلم الاجتماعي، احنا كنا دايما نقول مصر بلد الامن والامان. انتوا ليه بتلعبوا في المشكله دي؟ لما تزيح حائط الستر عن المواطن، هيروح فين؟ انت متخيل يعني المواطن اللي انت هتاخد منه بقى الشقه وتقول له روح بقى، تروح انت المحكمه، او روح انت قدم على سكن جديد؟ الفتره دي هيقعد لك فين، او هيكون فين حضرتك يعني؟ هيعمل ايه؟ ده بالاضافه ان اللاجئين واخدين كل الشقق ودافعين اغلوا الايجارات حتى الجديده على الناس اللي هي اترمت برضه في الشارع. فهو المصير كلنا هنتقابل في الشارع بقى ان شاء الله، ولا ايه الحكايه؟ ولا هي كله بيخلص الدوره البرلمانيه بتاعته باللي هو عايزه يلحق يعمله، والحكومه بتخلص اللي هي عايزاه بسرعه، يلا الحقوا اعملوا لنا دول. ايه يا جماعه، في ايه؟ احنا حطينا ليه في الطاحونه دي شغالين علينا ليه؟ هو المواطن ده ملوش اهل، ملوش اصحاب، ملوش اهل. بعدين الايجار القديم دي ناس بالملايين بالملايين من طول مصر وعرضها. يعني ما هياش في القاهرة مثلا بس، ولا في أحياء مش عارفة إيه بس، لا، ده من أول مصر من طول مصر لعرضها. فيا ريت الرحمة يعني، الرحمة.